فيلم النهارده فيلم مش عادي، فيلم بيحكي عن الأراضي الهند وباكستان خلوها زبادي. بس قبل ما نبدأ الفيلم يا ريت تدعوا لإخواتنا إن ربنا ينصرهم، ولو كل ده لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس. بيبدأ الفيلم بسهانة وهي بتجري الصبح بدري، أبوها بيكلمها يقول لها إن اجتماع وزارة الخارجية الصبح الساعة 9 فما تتأخرش، وإن نيبال كده كده هتخضع للأوامر زي باكستان فما تقلقش من حاجة. بنروح لإسلام أباد في باكستان، بيبقى رئيس الوزراء الجديد شهزاد علم بيخطب في الناس، بيقول لهم إن من النهارده في باكستان جديدة هتحل بطريقة دبلوماسية وتفكها من المهلبية، فعشان كده احنا هنرجع ياسين ميرزا للهند ونبدأ معاهم صفحة جديدة. في الوقت ده في حد بيتصل بياسين ميرزا يقول له تحط لسانك في بقك وتمشي مع الناس اللي هتيجي تاخدك، لأن أهلك هيتمرمطوا مرمطة السنين. وفعلا بتيجي قوة تقبض عليه. تاني يوم الصبح في الاجتماع وزير خارجية نيبال بيرفض كلام سفير الهند خالص، وبيقول لهم إن الأحسن يهتموا بالتحالف اللي بينهم ومالهمش دعوة بتحالف نيبال مع الصين أصلا. سهانة بتعمل فيها ال7 رجالة وبتوري الوزير صور لابنه تثبت تورطه مع عصابات تهريب الخشب، وبتقول له احنا قلنا اكيد دي صور مزيفه، واحنا وحياتك عندي من الصبح بنحاول نمنع الصحافه انهم يلتوا في الموضوع ده، فايه بقى؟ طبعا الراجل قدام الابتزاز ده بيضطر يوافق. وهم خارجين من عنده السفير بيهزقها على لقطه الابتزاز الرخيصه اللي عملتها، وانه ما يصحش دبلوماسيه محترمه ابوها سفير في دوله كوريا وجدها اول ممثل للامم المتحده تعمل الحركات القرعه دي. وبيتم ترقيه سهانه لمنصب نائب السفير الهندي في لندن، وبتسافر على لندن عشان تبدا شغل. في الطريق لشقتها السواق بيقول لها ان اسمه سليم سعيد واصله من مدينه باكستانيه، وبيحاول يفتح معاها اي كلام لكنها بتكلمه بأنعرة. بيوصلها شقتها وبيكرمش للحارس خمسينية عشان يهتم بيها. ساعتها سهانة بتحس ان اسلوبها كان بايخ جدا وبتحاول تصلح العك اللي قالته. بعد 3 شهور بتبقى سهانة في حفله تابعه للسفاره وبتتكلم مع السفير الفرنسي ورئيس المخابرات عن مشروع محللات الهيدروجين الكهربائيه اللي الهند شغال عليه. بيبقى واقف سيبن اللي بيقول لجيكوب البت الصفرة دي خدت مكانك، كان المفروض تبقى انت النائب لولا الواسطة عشان اسم عيلتها وابوها السفير. بتيجي سهانة وصاحبتها يتكلموا معاهم، بس بيبقى واضح ان سيبن وجيكوب مش طايقين سهانة اصلا وبيتكلموا معاها بسخافة. وهي بتتكلم مع إلينا بتقول لها بصي اللي بيتكلموا هناك دول. سهانة قالت لها يا شيخة سيبك منهم، دول بيتكلموا في اسعار الخضار. بيسمعهم واحد من اللي واقفين وبيقول لها خليكي في حالك وبطلي تلميع اوكر. سهانة بتتحرج جدا، فبيجي يعرفهم بنفسه ان اسمه ناكول شارما وبيطلب حاجة يشربها. سهانة بتقول له حاسبه يا ابني على اللي هيشربه، السفارة مش فاتحاها سبيل. الواد اللي على البار بيقولوا المشروب عندنا شيف، وبنعرف انه شيف مميز جدا حاصل على نجمة ميشيلان. وسهانة بتبقى مهووسة بالمطاعم دي جدا، بس لما بيحاول يتكلم معاها بتنفض له وتمشي. بيخرج وراها يعتذر لها على اسلوبه، وهو بس جديد في لندن ومتوتر شوية. بيقفوا يسبلوا لبعض شوية، بعد كده بياخدها وراه على الموتوسيكل وبيقول لها هدوقك النهارده احلى اكلاير في لندن. قالت له قصدك اكلير؟ قال لها هو ده الاكلير، ده حاجة حلوة كده اصلها فرنساوي. وبيبداوا يتصرمحوا ويسهروا سوا، والبت بتبقى واقعه ودايبه في دباديب، وبيقضوا وقت سوا ويعطفوا ويلطفوا. بتصحى تاني يوم تلاقيه مش جنبها، بس بيبقى سايب لها رساله غراميه. بتروح تحضر مؤتمر في السفاره الفرنسيه عشان يعلنوا عن مشروع محللات الهيدروجين. بتلاقي ناكول هناك بتقوله لا لا ما ينفعش تفضل تلف ورايا كده، للدرجه دي الحب مولع في الذره؟ قال لها لا خالص، بصي بص على الفيديو ده كده. وبيطلع انه صورها وهم سوا. بيقول لها بصي انا راجل بتاع شغل، عاوز نسخه من ورق صفقه الهيدروجين اللي علمته عنها عشان رؤسائي عاوزينه، ومصدقيني اول ما تديني الورق همسح الفيديو كانه لم يكن. قدامك 3 ايام تجيبي الورق، لا اما الفيديو بتاعك هيلعلط النت. سهانة بتبقى مصدومة وبتحاول تستوعب اللي حصل لها وهي مش عارفة هتعمل ايه ولا هتروح لمين. سهانة بتروح للسفير اللي بيبقى في اجتماع اونلاين مع وزير الخارجية اللي بيأكد عليه انه بعت دعوة لشهزاد علم رئيس وزراء باكستان عشان يحضر عيد الاستقلال الهندي، لان الخطوة دي هتسهل موضوع تسليم ياسين ميرزا للهند. بنروح لإسلام أباد وزير الدفاع الباكستاني بيحاول يقنع شهزاد علم ان ملوش لازمة نسلم ياسين ميرزا للهند يعني، بس شهزاد علم بيقوله دي فرصة جات لنا على طبق من ذهب عشان نرجع العلاقات مع الهند، وبناء على كده هم بعتوا لي دعوه لعيد استقلالهم. وزير الدفاع بيقول له اقبل فورا، ولو رحت محدش هيشك ان احنا مش هنسلمه، بس بصفتي وزير الدفاع بقول لك الواد ده زي ما قال لنا اسرارهم هيروح يقول لهم اسرارنا، فالاحسن ما يتسلمش. رئيس الوزراء بيقتنع وبيوافق على الكلام ده. بعدها وزير الدفاع بيكلم حد في التليفون يقول له شهزاد هيحضر عيد الاستقلال بتاعكم، سمي واذبح والتزم بالخطه، لا اما هجيب لك ياسين ميرزا للهند وانت عارف اللي هيحصل لو
عليه. سهانة وهي بتصور ورق الصفقة بيدخل عليها جيكوب يعتذر لها عن الاسلوب اللي سيبن كلمها بيه في الحفلة. بتقول له انت شكلك ابن حلال، بقول لك ايه، هو انا لو عاوز اعمل تحريات عن حد بالحب كده اعملها ازاي؟ قال لها لا هنا مفيش بالحب، هنا نظام مخابرات ولازم يمشي ميري. قالت له لا اذا كان كده مش مهم بقى. بيلاقي ورق على الارض بيجي يشوفها، سهانة بتنتشها من ايده. ساعتها جيكوب بيحس ان في حاجة مش مظبوطة. بتاخد ورق الصفقة وتعمل منه نسخة مضروبة مع تغيير شوية ارقام فيها. بتقابل ناكول تاخد منه الفلاشة اللي عليها الفيديو وتشاور له على مكان الورق اللي بتبقى حاطاه في ملف. ياخد الورق من الملف ويسيبها ويخلع. بتجري تاخد الملف اللي بيبقى عليه بصماته وتحفظه كويس. لما بتركب عربيتها سليم السواق بيلاحظ انها متوترة ومش على بعضها. بيقول لها لو محتاجة مساعدة رقبتي ليكي، انا كنت في الشرطة زمان. قالت له بقول لك ايه، لو معايا بصمات عاوزة اعمل عليها تحريات تعرف تخلص الحوار ده؟ قال لها بس كده سهلة قوي. سهانة بتخلي موظف السفارة يحجز لها اول طيارة لدلهي عشان تحضر حفلة ترقية ابوها لمنصب ممثل الهند في الامم المتحدة. اول ما بتوصل المطار بيجي لها مكالمة من ناكول بيقول لها على فين يا هدود الجناين، عاوزة تهربي مني؟ بس حلوة حركة البصمات عجبتني. طب كنتي سألتيني وانا هقولك بدل ما تغرزي السواق بتاعك في الموضوع. عموما انا هأثر عليكي المسافات. اسمي الحقيقي همايون اخطر، عميل للمخابرات الباكستانية، والمطلوب منك دلوقتي تجيبي لي اسماء العملاء السريين اللي انتوا زارعينهم في سفارة باكستان، لا اما صورك الحلوة وانت بتاخدي مني الفلاشة هتنور على التلفزيون وهتلبسي قضية تجسس متفصلة عليكي بالملي، ده غير سمعة ابوكي اللي هتتمرمغ في الطين ومش هيلحق يفرح بالمنصب الجديد. فبتضطر تلغي رحلتها لدلهي عشان تشوف المصيبة اللي حلت على دماغها دي. بتروح السفارة وتستنى لما الموظفين ياخدوا استراحة، وبتدخل تعمل تحريات عن البصمة من كمبيوتر 7 بس مش بتوصل لحاجة. بيشوفها جيكوب وهي بتلعب في الكمبيوتر فبتقوله ده انا كنت بدور على قائمة الصحفيين اللي هيغطوا حفلة بكرة، ما تعرفش هي فين؟ وبيبقى واضح انه مش مرتاح لها خالص. بتدخل مكتبها وتجيب اسماء العملاء السريين اللي طلبهم اخطر. بيبقى ابو سهانة قاعد مع وزير الخارجية اللي بيقول له انا كل اللي يهمني ان باكستان ترجع ياسين ميرزا، لان زي ما انت عارف انا كنت ماسك القضية دي زمان وانا في الشرطة، وياسين هرب وهو في عهدتي، فرجوعه للهند هو اللي هيرد لي اعتباري. بتروح سهانة تقابل اخطر وتديله الاسماء. بيقول لها انه عاوز يزور مسجد جامية شريف في الهند لان في عزا مهم عاوز يحضره، ما نجيلكيش في حاجة وحشة، انا هقدم على التأشيرة بكرة وانت هتوافقي لي عليها. رئيس المخابرات بيبقى مجمع رجالته بيقول لهم ان في 2 من ضباطنا السريين اتعرفوا وقبلها بيومين اتسرب ورق مشروع الهيدروجين الكهربائي، وكل ده بسبب معلومة مجهولة المصدر. فايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيرد عليه براكاش النائب بتاعه بيقول له احنا تتبعنا المعلومة دي يا فندم وطلع مصدرها لندن، فدلوقتي اللي يقدر يفيدنا المفوضية العليا في لندن. سهانة وهي قاعدة بالليل جيكوب بيقتحم بيتها وبيقول لها انا عارف انك جاسوسة باكستانية، من يوم ما سألتيني على التحريات اللي عاوزة تعمليها بالحب وانا حاطك في دماغي وبراقبك. سهانة بتحاول تشرح له الوضع بس بيبقى في حد اسرع منها وبيقتله من شباك بيتها. واللي حصل ان كان في قناص في العمارة اللي قدام سهانة بيراقب جيكوب وهو اللي قتله، ولما سهانة شافت النور المنور قفل النور بسرعة. بعدها بيدخل اخطر ومعاه شوية ناس ياخدوا جثة جيكوب ويغيروا الازاز اللي اتكسر مكان الطلقة، وبيقول لها نضفي المكان كويس وانا هظبط الباقي، وفعلا بتنضف الدم وتظبط البيت. تاني يوم الصبح وهي نازلة شغلها بيجي لها براكاش يقول لها انه عاوز يتكلم معاها شوية في بيتها هو ورئيس المخابرات، وبيشوفهم سليم السواق. لما بيطلعوا البيت براكاش بيقول لها ان في جاسوس في السفارة الهندية. اولا حصل تسريب لمشروع الهيدروجين، بعد كده 2 من الضباط السريين اتكشفوا، واخر حاجة جيكوب اتقتل امبارح في شقته بانفجار غاز. رئيس المخابرات بيقول لها احنا عاوزينك تمسكي التحقيق لان المشتبه الرئيسي هو 7 لانه كان شغال في سفارتنا في اسلام اباد ويمكن ده الوقت اللي اتجنت فيه. وبيبقى 7 اصلا شاكك ان سهانة هي سبب قتل جيكوب بس مش عارف ازاي، وبيقول لزميله من النهارده شغلانتي اني اراقب وش المصايب دي. بتختم سهانة التأشيرة الاخضر وبيستلم جواز سفره. بتشوفه هو خارج من السفارة وتمشي وراه. بتلاقيه دخل كافيه وقابل حد اداله الباسبور. سهانة بتصوره عشان تعرف مين ده، والصدمة ان الشخص ده هو سليم السواق بتاعها وهو اللي صورها وهي بتاخد الفلاشة منه، وكمان هو القناص اللي قتل جيكوب. بتطلع سهانة على بيت سليم وهي مش شايفة من الغضب. بترن الجرس ولما بيفتح لها الباب بتقول له يا جاسوس يا ابن الهرمة، وبيفضلوا يضربوا في بعض. بيبقى مبهدلها وجايبها من شعرها وبيرفع عليها سلاح بس هي بتبقى اسرع منه وبتديله بكوبايه ميه مغليه في وشه وتزقه، لكن للاسف ازاز الباب بيدخل في جسم سليم وبينزف جامد وهو بيطلع في الروح. سهانة بتحاول تعرف منه فين الفيديو بتاعه وهو شغال لصالح مين في باكستان، بس كل اللي بيقولوا انه مش شغال لصالح باكستان اصلا، هم بس ما كانوش عاوزين لوم يجي على الهند عشان كده اجبروه على اللي عمله وبيموت. بتنهار سهانة لانها كده ما وصلتش لحاجه اصلا. بتقلب الشقه لحد ما تلاقي الفيديو بتاعها على الكمبيوتر وتلاقي صورها مع اخطر في ظرف كان هيتبعت لرئيس المخابرات، وبتلاقي كمان صوره لبراكاش مع سليم لما كانوا في الشرطه زمان. فبتستغرب جدا، وسط استغرابها ده الباب بيخبط جامد وبيكسر 7 الباب عليها. بيرفع السلاح
بيبقى عاوز يضرب عليها نار لكنها بتهديه وبتقول له انا مش جاسوسه، انا بتعرض للابتزاز، اسمعني الاول وبعد كده لو عاوز تقتلني اقتلني براحتك. بتوريه صوره براكاش وسليم وبتقول له براكاش لما جه عند بيتي سليم عمل نفسه ما يعرفوش. كمان بتوري له صورها مع اخطر في الظرف اللي كان هيتبعت لرئيس المخابرات. يقول لها افهم انا ايه طيب؟ قالت له طب شوف الفيديو اللي على كمبيوتر سليم. سيبين لما بيشوف الفيديو بتاعها بيتصدم وبيصدق كلامها انها بتتعرض للابتزاز. بيقعدوا هما الاتنين يتكلموا، بيقول لها جمعي كل الادله لانك هتحتاجيها، وخلاصه القضيه دي ان براكاش جاسوس المخابرات الباكستانيه والسواق بتاعك مقتول والشرطه هتوصل بيته في اي لحظه. بتقول له وانت اللي هتلبس كل التهم دي، لان رئيس المخابرات لما جالي مع براكاش قال ان انت المشتبه الرئيسي. سيبين بيتجنن من كلامها ان واحد زيه بيحب شغله ومخلص للبلد عاوزين يلبسوه قضيه تجسس. وهنا بتقول له ان سليم قبل ما يموت قال لها انه مش شغال مع المخابرات الباكستانيه. قال لها ماشي يا ستي هنقول انه شغال مع براكاش، تقدري تفسري صورك اللي كانت هتتبعت للمخابرات وكمان عاوزين يلبسوني النيله دي. في الوقت ده براكاش بيرن على تليفون سليم، فسيبين بيخلي واحد يصوره وهو بيتكلم مع سهانه بتليفون سليم ويبعت الصوره لبراكاش اللي بيقول له راقبهم. وبيبداوا يفكروا ايه اللي يخلي اخطر يطلع تاشيره لدلهي لو هو مش محتاجها. سيبين بيقول لها الخط اللي قدامنا دلوقتي ان احنا نراقب براكاش وبعتي لي صوره اخطر وانا اعرف ناس حبايبي هيجيبوا لي قراره. وبيسالها عن اي معلومه تخصه تاني، قالت له انه ممكن يكون كندي فرنسي لان اليوم اللي اتعرفت عليه غلط في كلمه اكلير ونطقها بلكنه الكنديين. على طول سيبين بيبعت صوره اخطر لواحد صاحبه قديم عشان يجيب له الزتونه، وبيبقى اخطر وصل دلهي ومستخبي في مخزن ملابس قديم وبيجهز سلاحه وحاجته لحد ما تجيله الاوامر. سيبين بيخلي واحد يروح بيت براكاش وهو مش موجود على اساس انه هيعمل صيانه في النت، وبيركب كاميرات مراقبه صوت وصوره في البيت وبيبداوا يراقبوه ويسمعوا اي مكالمه بتجيله عشان يحاولوا يوصلوا المعلومه. في الوقت ده بتجيلهم معلومات عن اخطر انه مش شغال مع المخابرات الباكستانيه ولا نيله، ده قناص مأجور وفعلا كندي فرنسي من مونتريال واسمه الحقيقي ديفيد والحركي تانجو. تاني يوم الصبح بيسمعوا براكاش بيكلم حد في التليفون وبيقول له ما تقلقش يا رياسه هنحيي اسد بنجاب 21 طلقه. وبيفهموا في الوقت ده ان المستهدف هو شهزاد علم رئيس وزراء باكستان. بس يا ترى ايه اللي يخلي تانجو يجي الهند عشان يقتله، وايه اللي يخلي شهزاد علم يسيب عيد استقلال باكستان ويجي يحضر عيد استقلال الهند؟ سهانه بتقول له ان الاغتيال هيحصل في جاميا شريف لان ده المكان اللي تانجو قال لها انه عاوز يزوره لما كان بيطلع التاشيره. وبيتاكدوا ان المسجد ده في برنامج رئيس وزراء باكستان وبيجهزوا عشان يتحركوا. سيبين بيقول لسهانه اكيد اللي دبر الخطه دي حته تقيله في البلد لانه عارف البرنامج بتاع شهزاد علم لما يزور الهند. بتفتكر سهانه لما سمعت راؤول وزير الخارجيه بيأكد على السفير يبعتوا دعوه لشهزاد علم عشان يحضر عيد الاستقلال. وبتقول لسيبين راؤول وزير الخارجيه هو راس الحيه لان باكستان وعدت نطرحها لياسين ميرزا. قال لها ايه ده؟ راؤول قبل ما يبقى وزير الخارجيه كان في الشرطه هو وسليم وبراكاش، وزمان انتشرت اشاعه عن ياسين انه دفع رشوه ضابط الشرطه عشان يهرب. فلو الضابط ده هو راؤول وياسين ميرزا رجع البلد سمعته هتتلط ومنصبه هيتدمر. قالت له طب وانا ذنبي ايه اتورط في كل ده؟ قال لها مش عارف، بس اللي اعرفه ان لو شهزاد علم اتقتل على الاراضي الهنديه هتبقى حرب واللوم كله هيبقى على الهند. قالت له سليم قبل ما يموت قال لي انه عمل كده عشان اللوم ما يجيش على الهند. قال لها كذاب، دول ما بيفكروش الا في نفسهم. قالت له بس لو طلعوني انا جاسوسه لباكستان واتفقت مع قاتل مأجور عشان يختار رئيس وزراء باكستان كده محدش هيشك في راؤول واللوم فعلا هيبقى على باكستان. عشان كده جابوني لندن ودبروا مقابلتي مع تانجو عشان يستفوا لي ملف كامل يثبتوا بيني شغاله مع المخابرات الباكستانيه، واللي عمل كده هي المخابرات الباكستانيه نفسها. يا ترى ليه عاوزين يختاروا رئيس وزرائهم؟ وبيتحركوا سوا على المسجد في نفس الوقت اللي بيتحرك فيه تانجو عشان ياخد مكانه وهيصوب منه. بيوصل رئيس وزراء باكستان وبيكون راؤول وزير الخارجيه في استقباله، والمكان بيبقى متأمن كويس جدا ومتروس ناس وزحمه قوي. راؤول بيبعت رساله لبراكاش يقول له سرب الفيديوهات والصور اللي عندك. بيجي يسربهم بيلاقي ان جهازه مخترق، فبيكلم راؤول يقول له بص انا همسح كل الادله دي من عندي ومش هنزل اي حاجه. راؤول بيكلم وزير الدفاع الباكستاني يقول له الغي الخطه، انا معيش دليل يدين المخابرات الباكستانيه فمع نفسك بقى. لكن وزير الدفاع بيقول له طول ما المخابرات واقفه في صف شهزاد انا مش هعرف اعمل حاجه، فلا اما تتصرف لا اما ياسين ميرزا هينور الهند بكره الصبح. بيبقى تانجو واخد مكانه مستني اللحظه المناسبه. الوليه اللي تبعه بتعمل نفسها مش عارفه تاخد نفسها من دخان الطبخ فبتشيل التندة اللي فوقها. ساعتها بتبان المأذنه وبتفهم سهان انه هيضرب من هناك فبتاخد ديلها في اسنانها وتطلع تجري. وعلى اخر لحظه بتقتحم المكان على تانجو وتهجم عليه عشان تمنعه، بس هو بيبعدها ويضربها بغباء ويدوس على رقبتها عشان يعرف يركز. بس سهانه ما بتبقاش ند سهله ابدا وبتنجح انها تبوظ عمليه الاغتيال وتقول له ازيك يا بيبي. اول ما بيسمع اسمه بيطبق في زماره رقبتها ويفضل يضربها بالبوكس في بطنها لحد ما تترمي على الارض، وبحديده مصديه معفنه بتديها له في رقبته تخلص عليه. وبيتم القبض على براكاش وراؤول بتهمه الخيانه والتجسس لصالح باكستان، وبيرجع رئيس وزراء باكستان لبلده بسلام عشان
يمنع الانقلاب العسكري اللي كان عاوز يعمله وزير الدفاع بالاتفاق مع راؤول عشان ما يرحلش ياسين ويكتشف سر انه اترشى زمان وبيترحل ياسين ميرزا للهند بسلام. اما تانجو او ديفيد فهو في الاساس قاتل مأجور تابع لمنظمة ذو الفقار الهاشمي اللي بيخطف الاطفال من 8 ل 12 سنة ويدربهم على طريقته، ودي شبكة كبيرة قوي لبيع واستخراج المعلومات السرية. وابو سهانة بيبقى فخور بيها جدا، وتقديرا لدورها العظيم ده بتترشح لوحدة عسكرية اسمها القطة السوداء هي وسيبن عشان يبدأوا مهمتهم الجديدة في القبض على الهاشمي. وفي النهاية ما تنساش ان ده مجرد فيلم، ولو عجبك الفيلم دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديدة. ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه ما تنساش تكتبه لنا تحت في الكومنت.